ودلوقتي هنشرح مع بعض ازاي نعمل ليفلنج للبرينتر. في كذا طريقه ممكن نعمل بيها ليفل عن طريق الورقه اللي بتيجي مع البرينتر اللي هي دي، بس احنا عندنا كذا طريقه تانية. فممكن لو الورقه دي ضاعت منك او حاسس انها مش احسن حاجه، احنا عندنا طريقه تانية. اول حاجه انت بتركب التانك بتاعك عادي، اتاكدت ان التانك راكب تمام. بعد كده بتجيب الانكي بتاعك، تركب البيلت بليت وتفك كل المسامير، علشان تخلي البيلت بليت حره بالطريقه دي، تتحرك في كل الاتجاهات. نروح للبرينتر. اول حاجه هندخل على قائمه تولز، موف زد، هنلاقي شكل كده على شكل بيت هوم، هنضغط عليه كده. ايه اللي بيحصل؟ البرينتر بتروح للنقطه الصفر بتاعتها. بعد ما وصلت للنقطه دي تثبت ايدينا كويس عشان نثبت البليت بالطريقه دي، ونبدا نربط مسمار عكس التاني. طبعا بعد ما ربطنا المسامير ما ننساش ان احنا لازم نريح المسامير بالطريقه دي قبل ما نعمل الليفل، لان لو ما حصلش كده هتنزل احتمال تكسر الشاشه. احنا دلوقتي البرينتر عند نقطه الصفر، هل هي دي النقطه الصح؟ لا، لازم يكون في لاير واحده بينها وبين الفيب شيت عشان ما تبقاش البيلد بليت ضغطه على الشاشه ومفيش مكان للريزن ينساب تحتها. هنعمل ايه؟ هندخل بنفس القائمه اللي دخلنا عليها تولز، نختار موف زد، هنختار 0.1 لفوق. طبعا مش هنحس بيها لانها 0.1 من الملي. بعد كده خلاص هنرجع نضغط زد بتساوي 0 انتر، بس كده. كده احنا عملنا ليفلنج للبرينتر، او حددنا نقطه الزيرو بتاعتها اللي بتبدا من عندها الطباعه.